عارف الإحساس لما تبقى بتتفرج على فيديو والفيديو يقف فجأة وتلاقي رسالة بتقولك تم استهلاك الباقة؟ بتبص للموبايل كده وتقول هو أنا لسه ما جبتش نص الشهر؟ الفكرة دي بقت وجع دماغ لكل الناس اللي بتستخدم الإنترنت في مصر. كل يوم نسمع جملة إمتى هيبقى عندنا إنترنت غير محدود، يعني ندفع اشتراك ثابت ونستخدم براحتنا. بس السؤال الحقيقي هو ليه أصلا مفيش إنترنت غير محدود عندنا؟ وهل الموضوع ده ممكن يحصل فعلا ولا مجرد حلم صعب؟ أنا أحمد فاروق ودي معلومة تحيرك، ويلا بينا نبدأ الرحلة. حاليا في مصر عندنا 4 شركات كبيرة بتقدم الإنترنت: فودافون وأورنج واتصالات ووي. كلهم بيقولوا إن عندهم عروض وباقات تناسب كل الناس، بس الحقيقة إن مفيش باقة فعلا غير محدودة. حتى لو مكتوب على الموقع Unlimited، في دايما شرط صغير كده تحت بيقول بعد استهلاك ساعة معينة السرعة بتقل، وده اللي بيسموه سياسة الاستخدام العادل. كلمة شكلها حلو بس معناها ببساطة مش هتقدر تستخدم براحتك. طب ليه الشركات مش بتعمل باقات فعلا مفتوحة؟ وهل هي بخيلة ولا في أسباب تانية؟ أول حاجة في سبب فني، الشبكة عندها ساعة معينة، يعني لو كل الناس استخدمت الإنترنت 24 ساعة على أعلى سرعة النظام كله هيقع. الكابلات والأبراج والسيرفرات كلها ليها حدود، وعشان كده الشركات بتحاول تنظم الاستخدام عشان الخدمة تفضل شغالة لكل الناس بنفس الجودة. ولو جينا للسبب التاني وهو السبب الاقتصادي، الشركات بتدفع فلوس ضخمة عشان تربط الشبكة المحلية بالإنترنت العالمي، وعشان تصين الكابلات البحرية والفايبر الأرضي، يعني كل جيجا فعلية ليها تكلفة. فما ينفعش تقول للمستخدم استخدم زي ما تحب وانت عندك تكلفة بتزيد مع كل جيجا بتحملها. بس في ناس بتقول طب ما الدول التانية اللي بره عندها انترنت غير محدود، ازاي فعلا في دول بتقدم الخدمة دي؟ اشمعنى احنا ما عندناش؟ بس الفرق ان البنية التحتية عندهم قوية والسرعة عالية وعدد المستخدمين اقل بالنسبة للسعة، وكمان المنافسة بين الشركات كبيرة جدا، وده بيخلي كل شركة تضطر تقدم مميزات اكتر عشان تكسب عملائها. فبيطلعوا بخدمة غير محدودة بس برضو تحت شروط. يعني مفيش حاجة فعلا اسمها انترنت مفتوح بلا حدود في اي مكان في العالم، حتى هناك في سياسات بتحد من الاستخدام المفرط. طب هل ممكن مصر توصل للمرحلة دي؟ ممكن جدا، بس محتاجة شغل كتير زي تطوير البنية التحتية وزيادات استثمار في كابلات الفايبر وتوسيع الساعات الدولية اللي بتوصل مصر بالعالم. ولما ده يحصل يبقى طبيعي جدا ان الشركات دي تبدأ تقدم خطط غير محدودة بسعر ثابت يعتمد على السرعة مش على عدد الجيجات. بس خلينا صريحين، ده مش هيحصل في يوم وليلة. الموضوع مرتبط بتكلفة وبتنظيم من الهيئة اللي بتراقب خدمات الاتصالات في مصر اللي اسمها NTR أو نترا. هي اللي بتحط القواعد وتحافظ على توازن السوق بين المستهلك والشركات. يعني القصة كلها مش مؤامرة من الشركات ولا تهاون من الحكومة، هي ببساطة نظام محتاج يتطور علشان يواكب العصر. وفي النهاية فكرة الانترنت غير المحدود مش وهم، بس مش هتتحقق إلا لما الشركات تكون جاهزة والتنافس يزيد، وساعتها هتبقى طبيعية جدا، مش حلم بل خطوة جاية.